الطلاب ينجحون حيث أخفق النواب. في مبادرة لافتة انتخب طلاب مدرسة الإليزي رئيسا للبنان في جلسة اكتمل نصابها فجمعت 127 طالبا. توجهوا إلى أم المؤسسات واتفقوا على مرشح واحد يحمل اسم لبنان، فإذا بصندوقة الاقتراع تنفض الغبار عنها وتجول بينهم في قاعة مكتبة المجلس بعد تلاوة المواد الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية. وبعد فرز الأصوات في جلسة ترأسها رئيس برلمانهم المفترض راني مقلد، نال لبنان إجماع الحاضرين في جلسة لم يتغيب عنها أحد، فعل التصفيق في القاعة. فنال لبنان في دورة الاقتراع الأولى 128 صوتا وأعلن رئيسا للجمهورية، ثم تولي ملخص محضر الجلسة. شو الرسالة اللي قصدتوا توجهوها؟ نحن بدنا نوصل كل رأي لبناني، كل شخص بده رئيس جمهورية، لأن نحن هلا قاعدين بفراغ بلا رئيس جمهورية. نحن الدولة الوحيدة اللي بلا رئيس جمهورية. نحن جينا عملنا شيء اللي كان لازم النواب يعملوه، هذا واجبهم مش واجبنا، بس جينا نفرجيهم انه حتى لو شو ما صار فينا ننتخب رئيس وفي محل للرئيس، وما في يبقى هيك فاضي دايما، لانه هيدا نقص للبنان ونقص لكل شيء. الطلاب برفقة وفد من الأساتذة توجهوا صباحا إلى المجلس النيابي وفي القاعة العامة التي شهدت 34 جلسة انتخاب لم يكتمل نصابها، جلسوا مستمعين إلى شرح حول تاريخ ودور هذا الصرح المؤسساتي من قبل مدير عام مستشار في مجلس النواب سمو معوض، مجيبا على أسئلتهم واستفساراتهم. وبعدها عقدوا مؤتمرا صحفيا وتحدث باسمهم الطالب رامي رزق الله. بكل ثقة وقلب مفتوح حضرنا اليوم إلى مقر مجلس النواب، نحن طلاب مدرسة الإليزي الحازمية، نرفع لدولتكم وأنتم حامي الدستور باسمنا وباسم طلاب لبنان معاناتنا التي تنوف عن 20 شهرا من فراغ مقام رئاسة الجمهورية. النائب غسان مخيبر حضر إلى المجلس النيابي وأطلع الطلاب على العمل التشريعي ومهمات النائب حيال ممثليه. غاب المنشغلون في صراعاتهم فحضر الطلاب إلى ساحة النجمة، وعلى مرشح رئاسي واحد اسمه لبنان اتفقوا، فوجهوا رسالة بحجم وطن، فهل من يتلقفها؟ من ساحة النجمة صلاح عائل، نوال الأشقر، تلفزيون لبنان.